رب تكونوا بخير، وحشتوني جدا 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 جدا. ميرسي بجد لكل البنات اللي بعتولي كلام حلو، انتوا مش متخيلين بجد الكلام ده فرحني قد ايه واداني حماس ان انا اعمل فيديوز اكتر واحسن. فميرسي بجد جدا ليكم. الفيديو بتاع النهارده بيتكلم عن باليتا من باليتات ايربن ديكاي وهي نيكد وان. الباليتا دي مفروض عند معظم البنات علشان الوانها نيوترال ذهبيات وبيجات، فالناس اللي ما بتحبش تحط ميك اب تقيل بتحب دايما تستخدمها. فالفيديو بتاع النهارده هيعرفك اذا كانت الباليتا اللي انت اشتريتيها تمام ولا فيك، هو ده اللي هنعرفه النهارده. يلا بينا. باليتا ايربن ديكاي. طيب تمام. اول حاجه بالنسبه للباكجينج، دي العلبه الجديده بتاعت ايربن ديكاي. القديمه كانت اللي هي ترانسبيرنت وبتبقى جنبها البرايمر بوشن جنبها، لكن الجديده بتبقى عامله كده علبه عاديه، والبرايمر سامبلز بتبقى شكلها كده تمام زي ما انتم شايفين. بس طبعا انا خلصتهم معظمهم يعني عشان بحب اجرب وكده، فهي دي اللي هتلاقوها مع الباليتا. رقم واحد، اول حاجه هتلاقي في ظهر الباليت او في اي حته فيها في سيريال نمبر موجود على العلبه. اكيد ان السيريال نمبر ده هو نفس الموجود في الباليت نفسها. هتلاقوها تمام. ده رقم واحد، لانه ممكن يبدلوا، يعني ممكن يجيبوا علبه بتاعت الاوريجينال ويحطوها للفيك يعني. ده رقم واحد. رقم اتنين، بالنسبه للعلبه هتلاقوا هنا المضروبه، هتلاقوها ان هي ميد ان جيرماني تمام، لكن الاصليه هتلاقوا ان هي مكتوب ميد ان يو اس اي assembled in Dominican Republic. انا مش عارفه انطقها قوي بس هي تقريبا assembled in Dominican Republic. والباشز هتلاقوها سواء في الفيك او في المضروبه هتلاقوها ميد ان تشاينا. فمينلي اللي هيفرق انه الثانيه هتبقى ميد ان جيرماني اللي هي فيك. ده رقم واحد. رقم اتنين، زي ما انتم شايفين في الاديشن الجديده ايربن ديكاي كانت زمان كانت هنا، بقت هنا تحت اول 3 حروف من نيكد تمام. ده نيجي بقى جوه الباليت. زي ما انتم شايفين كلمه نيكد حرف الاي، الكسرة الاي هتلاقوها في الثانيه مظبوطه. اللي هي مش تمام هتلاقوها ان هي فوق الثانيه او تحت الثانيه، لكن مش مظبوطه في الثانيه بالظبط. حاجه تانية كمان، الماجنتيك اللي بيقفل العلبه هتلاقوها مربعه، دي اللي هي الاوريجينال. الفيك هتلاقوها ان هي مدور. خلاص تمام. اخر حاجه، اسامي الشيدز هتلاقوها سنترد مظبوطه، يعني كل شيد اسمه تحتيه مظبوط. اللي هي مش تمام هتلاقوا اللي هي فيك يعني، هتلاقوا ان الاسامي يا اما رايحه يمين شويه يا اما رايحه شمال شويه. فانا هجيب لكم على السكرينه دلوقتي، يعني هجيب لكم الشكل اللي هي مضروبه. فمبدئيا دي الحاجات الرئيسيه اللي تقدري تتاكدي بيها اذا كانت الباليت دي تمام ولا لا. يا رب الباليت بتاعتكم تطلع تمام. تابعوا البيج، اعملوا لايك للبيج وتابعوا الصفحه علشان هنزل لكم فيديوز عن ازاي تحطي ميك اب من الباليت دي، ايه احلى الالوان اللي تحطيها. وهنزل لكم فيديوز اكتر عن باقي انواع الميك اب، وهنزل لكم عن حاجات الشعر وكل حاجه نفسكم فيها. بس اعملوا لايك للصفحه وتابعوا الصفحه. شكرا.